هذه طبعا قائمة مفصلة بمصروفات سيد عمار الحكيم شهريا ايش قد يصرف. سماحة طبعا السيد. هسه ما راح نقراها كلها، مثلا حماية الشخصية، حماية البوابات، المرافقات، سواق، إدارة، سكرتارية، طهات يعني كذا، ضيافة، تنظيف، حدائق، صيانة، مولدات، تقنية المعلومات، مخازن، كادر طبي، خدمات لوجستية. ايش قد المصروف الإجمالي السنوي؟ اي ما شاء الله. هذا اللي يقول اني عايش بالايجار وعايش على تقاعد والدي الله يرحمه ويقول رحمه خرجيه الله ما عليه. عندي ونفض جيبه فارغ. حتى العراقيين سووا صندوق تبرعات. مولانا هذا الاجمالي السنوي مالته ايش قد؟ 6 تريليون عزب و444 عفوا 6 مليار 6 مليار و444 مليون دينار عراقي في السنة. أعيد 6 مليار يعني قد تقريبا يصير 5 مليون 5 مليون دولار. هاي مصاريفه فقط زين. 6 مليار و444 مليون دينار عراقي. وهو بالمناسبة لا وزير، لا خفير، لا مجلس نواب، لا حكومة، لا هيئة مستقلة، ولا هم يحزنون. هو مواطن عادي سياسي فقط، حال أي مواطن عادي آخر عنده كتلة نيابية. هاي ما عدا المناسبات واللي يسوي هذني ما ادري شنو. لا ذنيش واحد، ذنيش هذه من غير سفراته، من غير رحلاته، من غير الهدايا اللي يقدمها. لا اشياء كثيره جدا. يعني اذا نريد نحكي الحقيقه، نعم تعبر ال6 تريليون دينار، تعبر ال6 تريليون دينار. لكن هذه مصاريفه الشخصيه، يعني بمعنى اخر هاي مصاريف الجيب، هذه مصاريف الجيب.